السلام عليكم يا صغاري، كيف حالكم اليوم؟ هيا بنا نأخذ اليوم شيء جديد في اللغة العربية. فلنبدأ مثلا، اقرأ معي هذه الكلمة يا صغيري كما اتفقنا، أنا أقرأ أكتب وأنت تقرأ. هيا جاء، نريد أن نكتب صوت الجاء. جيم فتحة، جد جد. حرف ماذا؟ دال، أحسنتم. وعليه ماذا؟ سكون، ممتاز. جد دي دي، حرف الدال مرة أخرى وتحته كسرة، جدي. بعد الدي مد الياء. إذا الكلمة كلها ما هي؟ جدي. أستاذة ياسمين، هذه الكلمة كلمة صحيحة؟ لا. لماذا؟ في اللغة العربية لا أستطيع أن أكتب هذا الشكل، نفس الحرف مرة سكون مرة حركة، خطأ. لا أستطيع أكتب في نفس الكلمة نفس الحرف دال سكون دال كسرة، خطأ. أو مثلا راء سكون راء فتحة، خطأ. أو مثلا عين سكون عين ضمة، خطأ. إذا جاء يا أستاذة ياسمين لي نفس الحرف مرة سكون ومرة حركة في الكلمة، ماذا أفعل؟ أجمعهم في حرف واحد. ماذا أفعل؟ أجمعهم في حرف واحد. عندما أجمعهم في حرف واحد أضع عليهم ماذا؟ سكون أم كسرة؟ لا، أضع عليهم شدة، أضع عليهم شدة، وهو درس اليوم. إذا درس اليوم ماذا؟ الشدة. كيف شكل الشدة؟ سين صغيرة فوق الحرف. كيف شكل الشدة؟ سين صغيرة فوق الحرف. متى أكتبها؟ عندما أنطق نفس الحرف في الكلمة مرتين، مرة ساكن مرة حركة، على حرف واحد وأضع فوقه شدة. الشدة تقبل الحركة، حركة الحرف الثاني كسرة، إذا هذه مكسورة. إذا جاء مثلا الحرف الثاني مفتوح، أجمع الحرفين في حرف واحد، أضع شدة وحركة الحرف الثاني فتح. إذا الحرف الثاني مضموم، أجمع الحرفين في حرف واحد وأضع فوقه شدة وحركة الحرف الثاني ضمة. فإذا الحرف الذي يأتي عليه شدة أنطق الحرف مرتين واكتبه مرة واحدة وأضع عليه شدة، وفوق الشدة حركة، فتحة وضمة وكسرة. ممتاز، أحسنتم يا صغار. هيا نرى مثال.